السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها الهلالي من قناة مطبخ مها الهلالي. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك وينورني على قناتي ويدوس كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو. النهاردة انا عملت البانيه اهو، البانيه المقرمش اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو بصوا البانيه اهي، الطبقه بتاعته ولا اتفكت ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ادي البانيه اهو، بانيه كريسبي اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهنا ده مخلل، وهنا ده المحشي اهو. دي كانت حله محشي عندي في التلاجة سويتها جنب البانيه اهو. بصوا محشي سخن اهو، يستاهل بقكم في الجو البرد اللي احنا فيه ده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. يلا بقى ما تنسونيش بدعوة حلوة كده منكم وكومنت كده حلو، وكله يدوس لايك على الفيديو. بصوا البانيه وجمال البانيه اهو، واللون الذهبي بتاعه الحلو. بصوا اهو الكفر بتاعه متماسك اهو، ولا طلع منه ولا اي حاجة اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بعد ما قليت البانيه اهو، انا ما قليتش البانيه كله اهو بالشكل ده اهو. بصوا اهو، بصوا البانيه وجمال البانيه، بصوا الله على الجمال. بصوا اللون الذهبي الحلو. بصوا الكفر اهو عليه اهو زي ما قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بعتذر بس من صوتي عشان واخده برد، انتوا عارفين بقى الشتا. هنبتدي دلوقتي نعمل البانيه اهي. ادي المكونات اهي اهو. هنا ده نص كيلو بانيه اهو، بعد ما غسلته بالشكل ده. غسلته اكتر من مره تحت ميه جاريه كده اهو. وهنا دي بصلايه مبشوره، حطينا عليها ملح وفلفل اسمر، وبعد كده عصرنا الميه بتاعه البصل وكده بالشكل ده وخدناها اهي. وهنا دي معلقه خل كبيره بحطها، دي معلقه واحده بس بحطها على نص كيلو بانيه، وربع كوبايه لبن. وهنا ليمونه بس هعصر نص بس، نص ليمونه عشان حاطين خل. ودي التوابل اهي. هنا معلقه ملح اهو، معلقه ملح، معلقه شطه، معلقه فلفل اسمر، بهارات فراخ، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، دول معلقتين صغيرين، معلقه توم باودر كبيره، معلقه بصل باودر كبيره، ومعلقه ملح اهي. ادي المكونات اهي. جبنا الطبق اهو اللي هنتبل فيه البانيه. هننزل كده بعصير البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. ده فلفل اسمر كده اهو. وهنزل بالتوابل كلها كده اهو بالشكل ده. وبنزل بردك بالبشر بتاع البصل اهو. في ناس ما بتحط عصير البصل بس، لكن انا بحط الاتنين اهو. هننزل بيه كده مع الحاجة. معلقة الخل اهي هنزل بيها بردك. وادي دي اللبن اهو هنزل بيه بردك. هعصر بقى نص الليمونة بالشكل ده كده. دي ليمونية كبيرة خدنا بس نصها اهي. هنقلب بقى المكونات دي كلها كده اهو كده بالشكل ده. هنزل بقى بالبانيه عليه اهو ونقلب
نقلبهم بقى ببعض كده، نخلي كل البانيه يشرب من التتبيله دهية. اهو بالشكل ده كده، ونسيبه بقى قيمه ساعه او ساعتين. بس انا هسيبه ساعتين كده، هغطيه واسيبه ساعتين في التلاجة، يكون بقى ايه شرب من التوابل دي كلها. اهو بعد ما قلبت البانيه كله اهو في التتبيله، هبتدي دلوقتي اغطيه بالاسترتش كده. بالشكل ده كده، ونسيبه قيمه ساعتين في التلاجة. اهو جبت البانيه بعد ما عدى ساعتين عليه في التلاجة اهو بالشكل ده. هنشيل الاسترتش اللي عليه، وهنبدأ دلوقتي نحطه في الفيجيتار والبقسماط. اهو هنا ده دقيق اول حاجة، وده فيجيتار، ده فيجيتار جاهز اهو اللي هو بتاع شركة ماي واي. اهو الفيجيتار ده فيجيتار بارد. وهنا بيضتين على نص كوباية لبن اهو زي ما انتوا شايفين كده، وحبة فلفل اسمر، وقلبتهم مع بعض بالشكل ده. هنبتدي نجيب البانيه اهو، وهننزل بيه بقى بالدقيق الاول اهو. البانيه بالشكل ده هننزله في الدقيق اول حاجة، هنقلبه في الدقيق كده. بعد ما البانيه اتعمل من ناحيتين بالدقيق، هننزل بقى على البيض واللبن كده. هنبتدي ننزله في البيض واللبن بالشكل ده كده اهو. بعد ما نزلته في البيض واللبن اهو، هبتدي ارفعه بقى من البيض واللبن واحطه في الفيجيتار اهو. نجيب بقى الفيجيتار كده وننزل فيه البانيه اهو كده، ونقلب بقى بايدينا كده عليه، وندوس كده بايدينا على البانيه. نحاول ندوس نتك شويه على ايدينا عشان الكفر بتاع الفيجيتار ما يطلعش من البانيه. فندوس ايه بايدينا كده على البانيه اهو بالشكل ده اهو. بصوا كده بالشكل ده اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى اطلعه اهو. هجيب واحدة بانيه تاني واعملها معاكم اهو. هبتدي بقى اطلع واحدة بانيه اهو بالشكل ده، وانزل بيها برضك في الدقيق زي ما عملنا في الخطوة الاولانية اهي. هنزل في الدقيق بيها واقلب على الناحيتين، اخلي البانيه تعاص دقيق على الناحيتين اهو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعد كده ارفعها. هبتدي دلوقتي احطها في البيض واللبن اهو. وبعد كده هبتدي بقى اطلع واحدة البانيه كده بالشكل ده كده اهو، واحطها في الفيجيتار واعملها بايدي بقى اهو. نحط الفيجيتار على البانيه كده وادوس عليها بايديا عشان الكفر برضك ما يطلعش. نحاول ندوس على الفيجيتار جامد واحنا بنعمل البانيه كده، ندوس عليه اهو بالشكل كده زي ما عملت وحدة البانيه الاولانية. هعمل دي برضو اهو اهو بالشكل ده كده اهو. هعمل بقى بقية البانيه واروح احمره اهو. جبت الطاسة اهي اللي هقلي فيها البانيه وحطيت فيها زيت، احطها على عين البوتاجاز اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهنا دي حلة محشي كانت عندي في التلاجة، كانت حاشياها وكانت بقالها يومين في التلاجة اهي. قلت اسويها جنب البانيه.
وهنا دي شوربة كانت عندي اهي، سخنتها وهبتدي اسقي بيها المحشي اهو، وحاطه معلقتين صلصة على الوش بتاع المحشي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هسقيها كده، هبتدي اهز الحلة عشان الشوربة تنزل لتحت اهو. بعد ما زقيت المحشي الشوربة اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، هحطها على عين البوتاجاز اهو واغطيها واسيبها تستوي. وهنا بقى هحط البانيه يتقلي اهو. اهو ادي الزيت بعد ما سخن في الطاسة، هبتدي دلوقتي اجيب البانيه وانزل. ادي الزيت سخن اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ادي البانيه اهو، هبتدي انزله بقى في الطاسة يتقلي كده اهو. بصوا انزل بكمان واحدة كمان اهي. هي الطاسة مش هتشيل اكتر من حتتين، فهقلي حتتين حتتين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هسيبها لغاية ما تتحمر وبعدين اقلبها على الناحية التانية، محركش فيه خالص لغاية ما يتحمر وبعد كده اقوم قلبيه. ادي البانيه بعد ما احمر اهو، هبتدي دلوقتي بقى اقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده اهو. اهو هقلبه كده. ادي البانيه اهو بعد ما قلبته اهو، هنسيبه بقى لما يحمر واطلعه. ادي البانيه اهو بعد ما احمر، هبتدي دلوقتي بقى اطلعه اهو. جبت طبق اهو عليه مناديل، هبتدي اطلع البانيه كده اهو بالشكل ده كده، ونصفيه من الزيت كويس اهو. ادي البانيه اهو بعد ما طلعته اهو كده بالشكل ده اهو. بصوا بصوا البانيه لونه الذهبي بقى الحلو، بصوا ومقرمش ازاي اهو، بيبقى كريسبي من بره وطري من جوه اهو بالشكل ده كده. بصوا بصوا الكفر بتاعه، بصوا اهو الكفر بتاعه مقرمش اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى اروح اقلي بقيه البانيه التاني. ادي البانيه بعد ما قليته اهو خلصته اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وهنا المحشي السخن اهو اللي لسه نازل من على النار اهو